Hello? Who's this? What? Where's my bike? Bring it back! Self-destruct in Sorry, 50 sir. seconds. I don't understand. Look, if you don't bring back my bike, I will find you and I will اللي بازر المفروض لا Just hang up. عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في برنامج قصص من ورا الشاشة. معاكم ريكتر من قناة ريكتر دازت، والنهاردة مش هنتكلم عن المنافسة والصراعات في الألعاب، لأ هنتكلم عن حاجة مختلفة تماما، وهي الألعاب اللي بتعتمد على التعاون مش التحدي. من زمان الجيمنج كان دايما مرتبط بفكرة انك تكون الأفضل، تكسب، تقضي على الخصم وتثبت مهاراتك. لكن في السنوات الأخيرة ظهر نوع جديد من الألعاب اللي مش بتركز على الفوز والهزيمة، بل على التواصل والتعاون بين اللاعبين. ألعاب زي It Takes Two وSplit Fiction، ألعاب أخذت مفهوم اللعب الجماعي لمستوى تاني، وخلت التجربة مبنية بالكامل على فكرة انك تساعد شريكك وتتعاون معاه علشان تتخطى العقبات وتحل الألغاز. في الحلقة دي هنغوص في عالم ألعاب التعاون، وهنستعرض أهم العناوين اللي قدمت لنا تجارب فريدة بتعتمد على العمل الجماعي بدل المنافسة. هنشوف إزاي النوع ده من الألعاب قدر يغير مفهومنا عن الجيمنج، وليه بقى محبوب جدا عند اللاعبين في كل أنحاء العالم. يلا بينا نبدأ. وطبعا احنا دلوقتي شايفين ازاي الالعاب التعاونية قدرت تغير مفهوم الجيمنج من مجرد منافسة الى تجربة تفاعلية بتعتمد على التعاون والتواصل. لكن الموضوع مش مجرد متعة ولعب وخلاص، ده عالم كامل ليه تطورات وتحديات وتأثيرات كبيرة سواء على اللاعبين او حتى على صناعة الالعاب نفسها. علشان كده في الحلقة دي هنغوص اكتر في اعماق النوع ده من الالعاب، ونتكلم عن 6 جوانب رئيسية بتحدد اهميته ومستقبله. وأول حاجة لازم نتكلم عنها هي تطور ألعاب التعاون عبر الزمن. زمان كان مفهوم اللعب المشترك بسيط جدا، مجرد لاعبين قاعدين جنب بعض قدام نفس الشاشة بيتشاركوا نفس التجربة. لكن مع مرور الوقت ومع تطور الأجهزة والإنترنت بقى فيه إمكانيات أكبر زي اللعب التعاوني الأونلاين اللي فتح مجال للتواصل بين لاعبين من أماكن مختلفة حول العالم. وده خلى التجربة مش بس مجرد تسلية، لكن كمان وسيلة اجتماعية جديدة بتربط بين اللاعبين. ومع الألعاب الحديثة زي It Takes Two وSplit Fiction بقينا بنشوف تصميمات بتعتمد بالكامل على التعاون، وده بيثبت قد ايه الألعاب دي بقت جزء أساسي من ثقافة الجيمنج الحديثة. لكن التعاون في الألعاب مش متعلق بس بوجود لاعب تاني، ده مرتبط بشكل مباشر بالتواصل والعمل الجماعي. في الألعاب التنافسية ممكن تتصرف لوحدك وتحاول تكون الأفضل، لكن في الألعاب التعاونية النجاح مش ممكن غير لو كنت متفاهم مع شريكك في اللعب. التواصل الجيد بيفرق بين الفوز والخسارة، وده بيبان جدا في ألعاب زي It Takes Two اللي كل مرحلة فيها مبنية على فكرة إنك لازم تتكلم وتتفاعل مع شريكك عشان تقدروا تتخطوا التحديات مع بعض. الفكرة دي مش بس بتخلي التجربة ممتعة، لكنها كمان بتعزز مهارات التواصل والتنسيق بين اللاعبين، وده جزء كبير من متعة النوع ده من الألعاب. وطبعا عشان الألعاب دي تنجح لازم يكون عندها ميكانيكس لعب متقنة بتخلي كل لاعب ليه دور مهم ومؤثر. واحد من أهم عناصر ألعاب التعاون هي توزيع الأدوار، بحيث يكون لكل لاعب مهام وقدرات مختلفة بتكمل قدرات شريكه. تصميم اللعبة لازم يكون متوازن بحيث ما يكونش فيه لاعب حاسس إنه أقل أهمية من التاني، وده تحدي كبير بيواجهه المطورين. في It Takes Two كل لاعب عنده قدرات خاصة بيه، وكل مرحلة بتطلب من الاتنين يتعاونوا بشكل معين علشان يقدروا يكملوا. التوازن ده هو اللي بيخلي التجربة ممتعة ومثيرة بدون ما يكون فيها إحساس بالملل أو عدم التوازن. لكن مش بس الميكانيكس اللي بتخلي الألعاب دي مميزة، القصة كمان بتخلي دور كبير في جذب اللاعبين وخلق تجربة عاطفية مؤثرة. في معظم الألعاب التنافسية القصة بتكون مجرد إطار حوالين الأكشن والمواجهات، لكن في الألعاب التعاونية القصة بتكون جزء أساسي من التجربة. اللعب مع شخص تاني بيخليك تستثمر عاطفيا في الشخصيات والمواقف اللي بتمر بيها، وده بيخلي التجربة أكثر تأثيرا وواقعية. It Takes Two مثال ممتاز على ده، لأن القصة بتتكلم عن علاقة بين شخصين محتاجين يتعاونوا علشان يقدروا يتجاوزوا مشاكلهم، وده بينعكس بشكل مباشر على طريقة اللعبة نفسها. ومع تزايد شعبية الألعاب التعاونية
تأثيرها بقى واضح جدا على المجتمع والجمهور العربي. في مجتمعنا الألعاب بقت أكتر من مجرد وسيلة ترفيه، بقت وسيلة للتواصل والتفاعل بين الأصدقاء وحتى بين أفراد العيلة. الألعاب التعاونية بتخلق جو من الترابط والتفاهم بين اللاعبين، وده بيبان في ازاي الناس بتتجمع مع بعض وبيكون عندهم ذكريات وتجارب مشتركة. غير كده بقت وسيلة ممتازة لنشر ثقافة التعاون بدلا من التركيز الدائم على المنافسة، وده شيء إيجابي جدا في عالم الجيمنج. لكن رغم كل المميزات دي، ألعاب التعاون مش خالية من التحديات، ومستقبلها مليان تحديات تقنية وتصميمية لازم يتجاوزوها علشان خاطر تستمر في التطور. واحدة من أكبر المشاكل هي ضمان توازن التجربة لكل اللاعبين، بحيث ما يكونش فيه لاعب حاسس إنه مجرد مساعد للتاني أو سايد كيك. كمان التطورات في تكنولوجيا الشبكات والذكاء الاصطناعي لازم تواكب احتياجات اللاعبين عشان توفر تجربة سلسة بدون مشاكل تقنية. ده غير التحدي الدائم في تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تخلي الألعاب دي تفضل ممتعة ومثيرة للاهتمام. لكن مع النجاح الكبير اللي حققته ألعاب التعاون في السنين الأخيرة، واضح جدا إن المستقبل مفتوح قدام النوع ده، والمطورين عندهم مجال كبير للإبداع والتطور. الألعاب التعاونية مش مجرد نوع فرعي من الألعاب، لكنها تجربة متكاملة بتجمع بين المهارات والتواصل والقصة والتحديات بطريقة مبتكرة، ومع تزايد اهتمام اللاعبين بيها مستقبلها شكله واعد جدا. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل ألعاب التعاون هتكون هي المسيطرة على المستقبل في الجيمنج؟ خلونا نشوف مع بعض في السنين الجاية. وفي النهاية شفنا مع بعض ازاي ألعاب التعاون قدرت تغير مفهوم الجيمنج من مجرد منافسة إلى تجربة بتعتمد على التواصل والعمل الجماعي، سواء كانت اللعبة بتقدم قصة عاطفية زي It Takes Two أو مغامرات مشتركة زي Split Fiction. النوع ده من الألعاب أثبت إنه مش بس ممتع، لكنه كمان بيساعد على بناء مهارات التواصل والتفاعل بين اللاعبين. ومع التطورات اللي بتحصل كل يوم، واضح إن ألعاب التعاون ليها مستقبل كبير، وقد تكون واحدة من أهم الاتجاهات اللي هتسيطر على عالم الألعاب في السنين الجاية. وسؤال الحلقة ليكم، إيه أكتر لعبة تعاونية لعبتوها وحسيتوا إنها قدمت تجربة استثنائية؟ شاركوني رأيكم في التعليقات، وقولوا لي لو تحبوا نتكلم عن ألعاب تانية من النوع ده في الحلقات الجاية. كان معاكم ريكتر، ودي كانت قصص من ورا الشاشة على قناة ريكتر دازت. أشوفكم في الحلقة الجاية، ولايتس اوت.